ايمتى لازم نستخدم سيروم النياسيناميد بروتين عنايه بالبشره تبعنا؟ اول شيء واهم استخدام للنياسيناميد لما يكون عندنا مسامات متوسعه، لان النياسيناميد رح يعمل على تقليص حجم المسام، كمان رح بيحسن لي من ملمس الجلد ومرونته، بالاضافه لانه رح بيقلل من فقدان الرطوبه بالبشره. ثاني شيء لما نعمل على استعاده النضاره وتوحيد لون البشره، وخاصه اذا بشرتنا كانت كثير حساسه وما بنقدر نستخدم عليها سيروم فيتامين سي، لان سيروم فيتامين سي باشكاله الفعاله بيتاكسد بسرعه، وبالتالي احتماليه تهيج البشره رح تكون كثير كبيره، ولهيك النياسيناميد هو افضل خيار بهي الحاله. بس اهم نقطه انه نحن نبدا مع اقل دوز، يعني 5%، وبعدين ممكن نزيدها ل 10 او 15% بشكل تدريجي بعد ما تعود عليه بشرتنا. كمان لما بدنا شيء يساعدنا على توحيد لون البشره بس بشرتنا من مختلطه لدهنيه ومعرضه للحبوب بشكل كثير كبير، فبهي الحاله نحن ما بنقدر نستخدم عليها سيروم فيتامين سي، لان سيروم فيتامين سي رح بيزيد من تهيج البشره وبالتالي رح بيزيد لي من الحبوب، وافضل خيار بهي الحاله هو سيروم النياسيناميد. طبعا اهم فكره انه النياسيناميد رح بيساعدنا على توحيد لون البشره بحال كانت تصبغات ناتجه عن تعرض لاشعه الشمس او عن اثار الحبوب. اما اذا كانت تصبغات ناتجه عن عوامل ثانيه، فهون لازم نراجع طبيب الجلديه اللي رح يحدد لنا التشخيص والعلاج المناسب. اما بالنسبه للاستخدام المفضل عندي للنياسيناميد فهو تقليل المفرزات الدهنيه، وبالتالي رح بيشيل اللمعه الغير صحيه للبشره الناتجه عن المفرزات الدهنيه الزايده. اكيد النياسيناميد له استخدامات ثانيه مثل على تخفيف الاحمرار بالبشره، كمان بيعمل كمضاد اكسده، وبالتالي رح يحمي البشره من الجذور الحره من العوامل الخارجيه اللي بتعرض لها بشكل يومي، وكمان رح يدعم معظم علاجات حب الشباب، وبالتالي بيساعدنا على الحصول على نتائج اسرع منها.